اللواء محمد نجيب اول رئيس مصري كان عنده اخ لواء، وكان منحاز للملك فاروق. وفي يوم 23 محمد نجيب حبس اخوه، واخوه قال له يا محمد العيال اللي انت بعتني عشانهم هيتعبوك وهيرموك ورا القضبان. تبدا الحكايه يوم 22 يوليو 1952 لما كان اللواء محمد نجيب في بيتهم ومتوتر جدا وعارف ان اليوم ده هو يوم مصيري. وهو قاعد ومتوتر كده فجأة رن التليفون، ولما رد لقى اخوه اللواء علي نجيب، واللي كان وقتها مسؤول اسم القاهرة. ولقى محمد نجيب اخوه بيقول له يا محمد في معلومات من رجالتي في البوليس ان في تحركات مريبة بين قوات الجيش عندك، انت تعرف حاجة عن الموضوع ده؟ وقتها محمد نجيب قال له لا يا علي، ما عنديش اي معلومة عن الكلام ده، انا في بيتي برتاح عادي. سكت اللواء علي نجيب ورجع وقال لاخوه يا محمد انا شاكك انك عارف، وخلي بالك يا محمد ان الملك فاروق نفسه شاكك فيك. رد محمد نجيب بحسم وقال له يعني يا علي لو في تحرك من الجيش هبقى في البيت اكيد هنزل معاهم. فعلي نجيب عشان يقلق اخوه قال له خلي بالك يا محمد في اجتماع كبير بين القاده وانا مدعو فيه، انت بقى هتروح ولا لا؟ فهم محمد نجيب الرساله وقال له لا يا علي ما حدش دعاني. فرد علي نجيب وقال له يبقى شاكين فيك، وقفل التليفون معاه. وقتها كلم محمد نجيب فورا الضباط الاحرار وقال لهم على معلومه الاجتماع ده، وانهم لازم يقبضوا على كل القاده فيه قبل ما ياخدوا رد فعل يموت كل حاجه عملوها. وفعلا اتحرك الضباط، وكان اللواء علي نجيب كان نازل يزور كل المعسكرات. وفورا اتحرك المقدم مصطفى راغب لمعسكر المدفعيه، ولقى اللواء علي نجيب، واول ما شافه قال له يا فندم انت مطلوب القبض عليك بامر من اللواء محمد نجيب. اللواء علي نجيب لما سمع الكلام ده اتخض وقال له امر من مين؟ اخويا انا بيؤمر ان انا اعتقل، ازاي تمسكوني؟ وقتها عمل علي نجيب حاجه خلت الكل والضباط يتفاجئوا، لانهم ما كانش متوقعين ان هو هيعمل. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير، وكمان اكتب في التعليقات انه وصلك، لان بتواجهنا مشكله في انتشار الفيديوهات. بيكمل الحكايه كتاب 22 يوليو اطول يوم في تاريخ مصر، وبيقول الكتاب ان اللواء علي استغرب جدا قرار اخوه باعتقاله، ومسك المقدم مصطفى وقعد يقول له انت يا ابني عارف انتوا بتعملوا ايه؟ يا ابني انتوا هتودوا البلد في داهيه، الانجليز هيرجعوا تاني يحتلوا مصر، انتوا بتعملوا نفس الخطأ اللي عمله عرابي، وكمان انتوا ما عندكمش خبره سياسيه وهتضيعوا البلد. فرد عليه المقدم ده وقال له احنا هناخدك للواء محمد نجيب قائد الحركه، وده اخوك، وقول له كل الكلام اللي انت عايزه. وفعلا وثق فيهم علي وركب معاهم، لكنه في نص الطريق اتفاجئ ان هم مش رايحين لمقر اخوه، دول واخدينه مكتب عشان يحبسوه. واول ما وصل المكتب ده وحبسوه راح زعق فيهم وقال لهم دي مش كلمه شرف، عيب عليكم، الضابط المفروض يبقى كلامه كلمه شرف. فرد عليه حد من الضباط وقال له يا فندم الحرب خدعه. وقتها علي نجيب قال لهم بصوا انا حذرت اخويا وواضح انكم هتورطوه معاكم. طب السؤال دلوقتي مين اللواء علي نجيب؟ وايه تاريخه؟ وليه كان منحاز للملك فاروق رغم ان اخوه كان ضد الملك وكان هو قائد الحركه اللي اتمردت على الملك؟ الاجابه بيحكيها الكاتب جمال الشرقاوي في كتابه حريق القاهره، ان اللواء علي اخو محمد نجيب كان ضابط شاطر جدا، وكان معروف رغم ان كان في اختلاف سياسي بينه وبين اخوه، لان اللواء علي كان منحاز للنظام ورافض فكره التمرد عليه. وكان من اهم انجازاته ان لما اندلع حريق القاهره اللواء علي كان بيقود قوات الجيش اللي نزل سيطرت على الموقف بعد ما فشل البوليس في السيطره على الحريق ومنع المظاهرات. طب نرجع تاني ليوم 22 يوليو لما حبس محمد نجيب اخوه. ايه اللي حصل لاخوه بعد نجاح يوليو 52؟ يعني ايه اللي حصل له يوم 23 يوليو 52؟ بيجاوب محمد نجيب في مذكراته بيقول ان اخويا رغم ان هو كان ضد الحركه دي وكان بيحذرني منها، الا اني في اجتماع من الاجتماعات اللي كنا بنعملها في المجلس كنا بنتناقش هنعين مين سفير من السفره في سوريا، خاصه بعد الانقلاب اللي حصل في سوريا، فكان لازم نعين ضابط من الضباط الكبار في سوريا. ورحت طرحت اسم اخويا، وكنت حاسس ان ترشيحه هيعمل ازمه وهيفتح باب نار عليا، لكن فوجئت ان كلهم وافقوا لان ما كانش حد فيهم يقدر يطعن في كفاءة علي. لكن في رأي تاني بيرد على رواية محمد نجيب وبيقول ان كان ناصر كان عنده منهج يبعد كل القادة الكبار
اللي مسيطرين على الجيش عن الجيش، واديهم مناصب صفرة بحيث ان هو يبعدهم عن البلد. يعني زي ما بيتقال في السياسه شلوت لفوق. وده كان منهجه مع علي نجيب لانه كان ضابط كبير ومسيطر. طب بتسال نفسك سؤال، ايه مصير علي نجيب بعد ما ناصر حبس اخوه محمد نجيب؟ الاجابه ان علي نجيب ما استمرش في منصبه الدبلوماسي بعد ما محمد نجيب اترمى في السجن، لكن محمد نجيب بيقول في مذكراته انا كنت ببعت لاخويا رسائل من وقت للتاني، لكن ما حكاش اذا كان اخوه اتنكل بيه ولا لا. لكن المعلومه المؤكده ان بعد ما توفى محمد نجيب سنه 1984 كان اخوه علي في لندن، وطلب انه يأجل جنازه اخوه يومين بس او يوم يرجع من لندن عشان يشارك في جنازه اخوه. لكن مبارك رفض لانه كان حدد وقت يحضر الجنازه بنفسه، فرفض اي تأجيل. لكن بعد سنتين من وفاه محمد نجيب اتوفى اخوه علي نجيب واتعمل الجنازه له في مصر، لكن مبارك ما حضرهاش وبعت مندوب للرئاسه عشان يحضر الجنازه بنفسه. في نهايه الفيديو، هل انت شايف ان محمد نجيب غلط لما حبس اخوه وما سمعش تحذيراته ونصايحه من ناصر ورجالته؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وشير، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.